اخر الشهر ومش عارفه تعملي غدا ايه، هنعمل النهارده بربع كيلو بس من سجق، غدوه سهله وبسيطه واقتصاديه جدا وطعمها خطير. هنعمل خضار بالسجق، بجد خطير، سهل حلو قوي بسيط، بجد امكانياته بسيطه جدا، وفي نفس الوقت هتوفر معاكي وهتديكي غدوه محترمه جدا. وعلى فكره ممكن تعمليها برضو في العزومات بكميات كبيره. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا وما خدتش مني وقت، وكلها كده في طاسه واحده. يلا كده نبتدي الوصفه على طول ونقول كده بسم الله. اول حاجه بجيب طاسه على النار واحط فيها كده زي 3 معالق كبار من الزيت. بجيب بصلايه كده او بصلتين كده صغيرين، بقطعهم كده مكعبات صغيره. بعد كده اول ما ببتدي ناخد معايا صدمه، بجيب السجق كده، بجيب ربع كيلو من السجق، وابتدي ان انا اجيبه واقسم كل كده صباع على 3 كده بالمقص عندي. واول ما بديله صدمه بنزل بمعلقه صغيره من الثوم، وبديله برضو الثوم صدمه. وبعد كده كان عندي خضار، كان عندي بسله وجزر مفرزاهم، كنت مفرزاها معاكم قبل كده في فيديو. وابتديت ان انا اديها صدمه معاهم كده. شايفين البسله زي ما هي كده خضره لونها، والجزر برضو زي ما هو. رجعوا للفيديو هتعرفوا ازاي فرزناها واحتفظت بلونها، تقريبا بقالها سنه عندي في الفريزر. ابتديت ان انا اديها صدمه، وبعد كده حطيت كوبايتين من عصير الطماطم، وتبلتها توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود، وهبتدي ان انا اسويها 3 ارباع سوا. بعد ما استوت معايا 3 ارباع سوا، جبت بطاطسايه كبيره قطعتها مكعبات، وابتديت ان انا انزلها عشان تستوي معايا. انا سويت الاول الجزر والبسله، وبعد كده بعد ما استوت معايا نزلت بالبطاطس عليها وسويتها لحد لما استوت معايا، وكانت بالطعامه اللي انتوا شايفينها دي. ممكن تزودوا الشوربه او تزودوا ميه على اساس اللي حابه ان انتوا تزودوا الصلصه. احنا حابين ان احنا نعملها صلصتها تبقى قليله، ممكن تزودي شوربه علشان تديكي صلصه كميتها اكبر. وعملت معاها حبه رز بالشعريه، كانت صراحه غدوه سهله وسريعه وما خدتش مني وقت. خصوصا ان احنا بدانا بقى دروس وبدانا حاجات كتير، وعاوزين ان احنا نعمل وصفات كده تكون سهله عشان ما توقفكيش في المطبخ كمان في الحر اللي احنا فيه ده. جربوا الوصفه هتعجبكم جدا. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم، ما توحشون الفيديو الجاي. استودع